اسمي الحركي روجبين عرب. أتلقى التدريبات في أكاديمية الشهيدة روجدا منبج. أتعلم الكثير من الدروس، منها السياسية والعسكرية. تعلمت الكثير من الدروس السياسية وتأثرت فيها. تعرفت على القائد أبو أكتر. تعرفت على فلسفة القائد عبد الله أوجلان. أنا كامرأة حرة بين الحزب تحت أجنحة القائد عبد الله أوجلان. لن نسمح بظلم المجتمع للمرأة. لن نسمي أنفسنا أحرار إلا أن نحرر جميع نساء العالم، جميع النساء اللواتي يعانين من ظلم المجتمع. بالنسبة للرسالة اللي بعتها القائد عبد الله أوجلان، نحن نرحب فيها ونتشرف فيها. اللي بعتها للشيوخ العرب نرحب فيها مرة تانية. نحن نعطي وعد للقائد أنه نحرره جسديا ونضل نناضل ونسعى، ونحن والكرد ايد وحده وما في فرق بيناتنا. ما راح نخلي دم شهدائنا يروح على الفاضي. راح نحرر القائد عبد الله أوجلان جسديا ونحرر كل شبر من أراضينا لا يزال محتل. بداية اسمي أصلا من محافظة الرقة، من عشيرة العفادلة، موسى الظاهر. بداية انتسبت لقوات قسد بال2016. بعد بال2018 انتسبت إلى قوات الكوماندوز، قوات خاصة. أنا سبب انضمامي طبعا من الشيء اللي واجهناه من تنظيم داعش، الظلم، المجازر، الشيء تأسينا منه كله من سبب أيام فترة داعش كلياتها. حببت أن أنضم إلى القوة لأنها قوة، يعني أول ما دخلنا كعاديين يعني عساكر بس نريد نخلص من داعش وأتباعه يعني. بعدين خضعنا إلى تدريب سياسي، تدريب فكري، يعني تعلمنا كثير شغلات. تعلمنا على فكر القائد. بعد تعمقنا بهذا الشيء دخلنا بتدريبات، يعني مو تدريب واحد، دورة أولى وثانية، يعني كثير تدريبات يعني تعلمنا كثير شغلات. يعني أكثر شيء بالدورات السياسية فكرية، يعني تعلمنا من فكر القائد توحيد الشعوب، توحيد الأمة الديمقراطية، لا تفرقة بيننا. آخر شيء وصلتنا رسالة من القائد عبد الله أوجلان للعشائر وقبائل الموجودين في مناطقنا، يعني نحن جاهزون يعني لتوحيد هاي الشعوب، لا تفرق بيننا، لا تفرق بين الطائفيات ولا الشعوب كاملة في سوريا يعني. ونحن قوات الكوماندوز، قوات الخاصة، يعني جاهزين لأي اعتداء خارجي، وراح نوقف ونساند جميع الشعوب وجميع مكونات سوريا. راح نعطي وعد للشعوب والجميع الشعب سوريا، راح نوقف جنبهم ونساندهم بأي صعوبات يتخطونها، وإن شاء الله راح نحرر القائد جسديا